يا هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد. اللي اول مره يشوفني، انا سجاد سافيو، عايش بالمانيا، انشر فلوقات ونصائح ومعلومات حول المانيا، افصل المعلومه تفصال. تمام؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات حتى كل شيء جديد انشره يوصل لكم. قبل ما نبدا الفيديو جبت لكم قناه برلين بعيون عربيه. هاي القناه بيها حلول لكل المشاكل مال السوشيال ميديا، وبيها حلول لكل المشاكل اللي متعلقه بالتليفونات والصيانه وهاي الامور. يعني بيها حلول لكل المشاكل، بحيث اذا عندك مشكله ويا صاحبتك تروح القناه وهو اصلا تلقى الحل مالته. القناه كلش مهمه وانا جدا يعني متابعها، لانه بصراحه من اجاني المعلن وردت جاي اسوي له اعلان وطبيت على القناه، شفت بيها تفاصيل وشفت فيديوهات كلش مفيده، وانا ما اجيب لكم شيء اذا مو مفيد. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، راح اخلي لكم الرابط بصندوق الوصف واول تعليق. اريد تحرقوها حرق. الفيديو الاخير تكتبوا له من طرف سجاد سافيو، التعليقات اريدها نار. احبكم هوايه، ودائما انا من يجيني واحد يعلن عندي اتباهى بيكم بصراحه، لانه اعتبر انه انتم جمهور الوفي، يعني عائلتي الثانيه. فاتباهى بيكم، اقول انا عندي جمهور وانا عندي ناس يعني ما تخذلني، فاتمنى ما تخذلوني بهذا الفيديو وتروحون وتكتبوا له من طرف سجاد سافيو. احبكم هواي، وخلينا نبلش بالفيديو. ما اعرف انا ليش دقيتها الطقه. المهم، طبعا راح اشرح لكم شرح هيك سريع على انه انا سويت محكمه اولى وسويت محكمه ثانيه. المحكمه الاولى اللي طلبوا معلومات مني انت وين وشلون جيت وشنو الطريق اللي جيت فيه وش كم الدوله فتت وهاي الامور. اللي ما يعرف انا فايت عن طريق بيلاروسي. المحكمه الثانيه اللي تجي انت تقدم بيها الملف مالتك وتشرح لهم قصتك، ووراها تنتظر الرفض او القبول. فهنا اذا جاك قبول راح يعطوك اقامه وتعيش حياتك طبيعي. الاقامه اللي يعطوك اياها ما راح تقدر تطب بيها للعراق، لانه انت اصلا طالع من العراق بسبب مشاكل. شلون ترجع للعراق؟ ما راح تقدر تطب. من يجيك رفض انت ايش راح تسوي؟ راح تروح للمحامي. اكو طريقين للطعن بالقرار. الطعن الاول عن طريق المحامي، انه تروح توكل محامي ويتعلق بالقرار. المحامي طبعا ما راح يسوي لك شيء غير انه يتعلق بالقرار. تمام؟ يعني راح يتعلق بالقرار، يوقف الترحيل مالتك. انه انت هنا اذا جاك رفض وما سويت طعن للقرار راح يجيك ترحيل. واحنا نعرف كنا انه ترحيل العراقيين ماكو، يعني لا حد يخاف، لانه العراقيين بالاساس ما لهم اي ترحيل. العراق اصدر قانون انه ما يستقبل اي واحد راجع قصرا للعراق. يعني راجع قصرا، شنو قصرا؟ يعني غصبا عليه، لان الحكومه العراقيه ما تضمن اي واحد يرجع ويعيش حياته طبيعي، لانه اكيد اللي راح يرجع راح يتاذى. فهنا انطت القانون هذا، واي واحد راجع قصرا ما راح تستلمه الدوله العراقيه. تمام؟ هسه عرفنا العراقي انه ما يترحل، والعراقي رفض 99%. تمام؟ حتى اعطيكم عليه قدام. هاي ال1% يعني اذا مو بس امك داعيت لك، حتى الدنيا كلها داعيت لك، يلا تحصل وياها اقامه ويكون الكيس مالتك مضبوط. المحكمه شنو؟ انتم عبالكم محكمه وناس قاعده وراك وقاضي وكامش هاي وطم طم 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 وخلاص. لا، ماكو هيك. انت تروح بغرفه قدامك شخص وبصفك من انا شخص، وهذا الشخص المترجم وهذا القاضي. تقعد راح يجي يقول لك اشرح لي. انت تبقى تشرح بقصتك، تسولف بقصتك، ما ادري شنو، هيك تكتم كلهن راح يسوي نقاط عليك. النقاط شنو هن؟ اسئله من قصتك نفسها. يعني ما راح يجيب لك اسئله بعيده عن قصتك، لا، من قصتك نفسها. انه انت قلت له مثلا انا مهدد، هو سجلها نقطه انت مهدد، انت مهدد من فلان ما ادري شنو. هاي شرحت له الموضوع. هو ايش راح يسوي؟ راح يقول لك اذا انت مهدد شلون كملت هاي الفتره اللي انت مهدد فيها، ومن ايش وقت انت مهدد، ومنو اللي هددك. يعني جاب لك نقاط من كلامك. تمام. بالمناسبه، غلطه الشاطر بمليار مو ب1000 من تقابل. الكلمه الواحده اذا غلطان بيها انتهت. اوكي؟ واذا قصدك كذب، يعني هم يقولون كذب مصفط احسن من صدق مخربط. بس انت يعني لازم تضمن انه انت كلامك يكون مقابلك يحس بيه صدق. لازم انه هذا الشيء صدق، يعني انت صدق مهدد، انت صدق متدمر، انت صدق متاذي، انت الاخره. تمام. نجي الموضوع. انا عن نفسي رحت المحامي وسويت طعن بالقرار اللي كلفني تقريبا 550 يورو، يعني 5 ورقات ونص طعن بالقرار. واكو طريقه ثانيه وهي اصلا ما بيها فلوس، انه تروح للمحكمه نفسها وتقول لهم اريد اقدم طعن عن القرار. انا ليش ما سويت هيك؟ لانه انا يعني بصراحه انه عندي قصه حقيقيه، فانا ليش اروح واسوي طعن من يمهم وبدون محامي؟ على الاقل المحامي اذا ردت منه ويكون هو ثابت لي، ردت منه نصيحه، ردت منه اي شيء، هو يشرح لي. المحامي اللي انا رحت له هو اصلا قاعد وياي قال لي سجاد اذا اجاك موعد محكمه ثاني، اللي هسه هو حاليا اجاني، اذا اجاك موعد محكمه ثاني وردتني اروح وياك هناك واقعد يمك ويم القاضي، تعطيني فلوس على الجيه مالتي والروحه والقعده. تمام؟ قلت له اوكي. قلت له ايش قد تكلف؟ تقريبا تكلفها من 600 الى 700 يورو، يعني 7 اوراق
تقريبا. بس قال لي سجاد راح اقول لك شغله. قلت له شنو؟ كان يقول لي انا راح اروح وياك بس راح اقعد بصفك بس ما راح احكي. قال انا ما بيدي شيء اسويه لك، قال في الافضل انه انت تروح وحدك. شوفوا يعني هو نصحني وهذا الشيء واقعي. قال لي انه يجون العرب ويقول لنا انت مو جيت ويانا ليش ما حكيت؟ وانا بالاساس ما اقدر احكي، تمام؟ يعني هو ما يقدر يحكي لانه انت قصتك وانت راح تقعد تحكي بيها، بس هو سوالك طعن على القرار. انا سويت الطعن، وورا ما سويت الطعن ورا تقريبا صار لي شهرين 3 اجاني اليوم بوست 15 يوم عندي محكمه. المحكمه وين؟ باوكسفورد. راح اروح وهم نفس الشيء اقعد قدام قاضي ومترجم واقعد اشرح له. انا بصراحه عندي فول سايد وعندي مدرسه المانيه ان شاء الله يفيدني. راح اروح اقعد وراح يقول لي ليش طعنت بالقرار واحنا منطيك رفض، وانا راح اقعد اشرح له واني قصتي هيك وقصتي هيك وقصتي هيك. تمام، خلصنا. راح انتظر شهر شهرين 10 ايام 20 سنه لحد ما يجيني الرد الثاني. الرد هذا يعني انت عندك محكمه اولى ومحكمه ثانيه، هاي المحكمه الثالثه من بعد الرفض. يعني هنا اذا جاك رفض راح يصير عندك رفضين وراح يعطوك دلدونج بعد ما تقدر تطعن عليه. الدلدونج هو شنو؟ خط احمر، ترحيل مع ايقاف التنفيذ. العراقيين ما لهم اي ترحيل، فهنا يقولوا لك اذا تريد ترجع طوعا ونعطيك مبلغ تقريبا 50 ورقه فانت راح تقدر ترجع. اما اذا انت تريد تبقى وتبقى وتبقى. بالمانيا حياتك ماشيه من دون اقامه، كل شيء ماشي عندك، شغل تقدر تشتغل، تشتري تقدر تشتري اي شيء، حياتك ماشيه طبيعيه، بس الاقامه تخليك تسافر. تمام، وتسهل لك بعض الامور. هم نكون واقعيين يعني حتى ما اظلم الاقامه. في حال اجاني قبول ايش راح يصير؟ راح اول شيء يدفعوا لي الفلوس اللي اعطيتها للمحامي على مود القرار، لان هم راح يتكفلون بيها 550 يورو هم راح يدفعوا لي اياها الي، رجعوا لي فلوسي لان انا عندي قبول. راح يقولوا لي روح دور لك شقه، راح اقعد بشقه، راح يصرفوا لي مبلغ من الراتب يكون افضل من المبلغ الاولي اللي هو 330 يورو، راح يكون تقريبا 550. هذا انت من يكون عندك اقامه. تسهيله الاقامه انه انت تاجر اي شقه، تسهيله الاقامه تسافر وين ما تريد، بنفس الوقت ما تقدر تسافر للعراق لانه عندك اقامه لجوء. في حال اجاك رفض الدلدونج الخط الاحمر، شلون راح تحصل اقامه؟ هاي في حال انا عن نفسي اذا اجاني قبول خير على خير والف الحمد لله والشكر، واذا اجاني رفض شنو راح اسوي؟ بما انه انا عندي حاليا فول سايد عمل، اكو شهريا يعطيك اياها بالعمل لون ابرشلونج اللي هو راتبك بدون مساعدات وراتبك رسمي. هذا تدزه انت للاندرس امت واحد يبقى عندك نسخه. اذا جمعت 18 شهر فول سايد عمل وانت ما تاخذ مساعدات وقاعد بشقه وحدك واي مساعدات ما تاخذ، انت هنا راح تحصل اقامه 18 شهر من بعد الرفض الثاني وبعد الدلدونج. انا شارحها هواي بفيديوهاتي وهذا الشيء موثوق وقانون بالمانيا، بالكاريتاز قالوا لي بيه والمحامي قال لي بيه والجماعه تستلموا عليه اقامه، شيء مضمون يعني 100% مضمون انه انت من بعد الرفض 18 شهر فول سايد راح تاخذ اقامه اذا انت ما عندك اي مساعدات. اما كورس اللغه لازم يكون عندك بي اينز، انا اقول لكم انه درسوه لانه يفيدكم وحتى بالجنسيه. انا الحمد لله حاليا بالاتسفاي وراح اطب البي اينز ان شاء الله السنه الجايه، لان انا دا ادرس مدرسه رسميه بالمانيا، يعني مو كورس لغه بس ب6 اشهر واخلص واخذ البي اينز، لا انا دا ادرس مدرسه بيها 2 سنين دراسه. انا وراها اشتغلت 18 شهر وعندي مدرسه وعندي بي اينز وطالع بشقه وحدي وحصلت اقامه عمل. هاي الاقامه عمل تقدر ترجعك حتى للعراق، تروح للعراق وتجي، تقدر تسافر بيها وين ما تريد، اقامه رسميه بالمانيا. تمام، تروح تاجر شقه، تروح تقعد وحدك، تروح تعيش، تروح. هم يردون منك ما تاخذ مساعدات، يردون يعرفوك انه انت متكفل بنفسك. في حال اعطوك 3 سنين او سنه، اعطوك 3 سنين، من بعد ال3 سنين راح يعطوك الدائميه، ومن بعد السنه راح يعطوك الدائميه. هذا الشيء موثوق، يعني انا قدام دا اشوفه ما اطلع الحكي من جيبي. كلش مهم هذا الكلام، يعني انتم لازم تشوفون الفيديو للاخير على مود تفتهموني يعني بعد اكثر. يعني اللي افتهمناه هسه شنو؟ عندك طريقين الطعن، عن طريق المكتب الاتحادي يعني مال الهجره واللجوء تروح للمحكمه وتطعن، او عن طريق المحامي اللي تدفع له فلوس. وعندك شغلتين، المحامي يجي وياك ما راح يسوي لك شيء فلا تخليه يجي وياك لانه ما راح تستفاد، بس مجرد تعطيه فلوس. هذا هو قال لي، يعني تخيل المحامي هو نفسه قال لي. اللي افتهمناه بعد شنو؟ الفرق بين الاقامه العاديه واقامه اللجوء اللي هي تطببك العراق وما تطببك العراق، وهاي بيها راتب وهاي ما بيها راتب، وهاي يسهل لك امور وهاي يسهل لك امور. انه انت بالمانيا انت تاخذ اقامه بس يراد لك صبر، سنه سنتين 3 4 سنين 5 سنين، انت تالي متالي ماخذ اقامه، بس يكون عندك صبر، مو مثل اي واحد يجي يشرح له القصه رفض رجع للعراق. ماكو هيك حكي يا جماعه، يعني لازم الواحد يتعب ويسعى يلا يحصلها. انا اليوم دا اشتغل دا ادرس بنفس الوقت فول سايد. تخيلوا انا اطلع ب6 الصبح اروح للمدرسه، ارجع من المدرسه اروح للشغل، ارجع الساعه 11 بالليل ب 12 بالليل من الشغل. انا هذا وقتي كله اليوم مالتي عباره عن انجاز، يعني اعتبره انجاز لان دا اتعلم ودا اشتغل. هذا الي
مو لاحد. انت ما دام بالمانيا يعني انت تبني مستقبلك، والمانيا تبني مستقبل الواحد بس يكون قدها، يعني هو يسعى. الخبر الثاني انه اني بارحه قدمت على اجازه السوق الالمانيه. اجازه السوق الالمانيه هي من اصعب الامور بالمانيا، يعني تخيلوا امتحانات وسياقه وساعات ومواعيد وما ادري شنو، تكلف تقريبا فوق ال 20 ورقه. اول دفعه دفعتها اني 800 يورو 8 ورقات، تكلف اكثر من 20 ورقه. هاي نص اقامه. شلون نص اقامه؟ تشتري سياره، تطلع الطب، تروح تجي، ما عندك كوزفايز، ما عندك هاي اجازه السوق، ليش كافي؟ ان شاء الله يا رب اسويها لين بعد لي تقريبا 3 اشهر بين ما ادرسها والى اخره يعني. واعذروني لانه مريض شويه وهذا صوتي هيك تعبان، وقلت لازم اصور لكم فيديو. انا دائما بنهايه كل فيديو انطي رساله تفيد هواي عالم، واغلب اللي عرفوا انه هاي الرساله تفيد اجوا وكتبوا لي انه هي صدق تفيد. رسالة اليوم لكم انه يا جماعه اذا انتم كان عندكم حلم وطموح انه توصلون، فوالله توصلون. لانه انا انتظرت 5 سنين وطلعت بالاخير. اليوم اللي طلعت فيه قمت اساعد العالم بالمعلومات اللي كنت اتمنى احد يعطيني اياها. قسما بالله كنت اتمنى، ولو عندي هاي المعلومات وانا بالعراق وواحد مدرسني اياها هيك، والله العظيم لاول ما اجي اخذ اقامه واسوي انواع واشكال وادرس اللغه بالعراق ما ادرسها هنا، لانه راح اجي هنا جاهز مكمل. نصيحه اللي بالعراق خليه يدرس لغه، اذا هو حلمه يوصل المانيا فراح يجي يوم من الايام ويوصل. درس اللغه، اهم شيء اللغه. اخذ شهاده البي اينز وخلاص اقطعوا في اللغه، بس خلي بيدك شهاده، لانه هاي كلش مهمه بالمانيا. هنا ساعدك بهواي شغلات يا جماعه. قسما بالله المانيا تخلي الواحد يبني مستقبله، بس لازم يتعب على حاله، لازم يتعب. ماكو شيء يجي بالسهوله، انت لازم تخطي اللي تريده ما راح يخطي لك. يعني اليوم انت لازم تتقدم حتى توصل لهدفك، لان هدفك ما راح هو يجيك. ما تقعد من النوم وقاعد لقيت المليارات والفلوس والبيوت والشركات، لا ماكو. انت تسعى لنفسك، خلي اهدافك لهاي السنه 2023 ويلا قول يا الله وتوكل. ان شاء الله كلكم تجون، وان شاء الله كلكم تعيشون تجربه ونلتقي انا ونعطيك سيلفه وناس وهاي. احبكم. الشيء المهم جدا انه اذا اجيت لالمانيا وحصلت رفض، واذا انت بالمانيا وحصلت رفض، لا تفقد املك بالله، لانه الله سبحانه وتعالى ما ينسى اي احد. ومتاكد ان شاء الله يوم من الايام تاخذ اقامه، بس لازم يكون صبور ويكون عندك طموح اكثر وتبني مستقبلك. يعني تخلي الاقامه تاثر بيك. انا بصراحه اول ما اجاني الرفض ضجت وطلعت بث بالانستغرام وحكيت ثاني يوم قلت عادي، ورحت وقعت فويد سايد وعندي مدرسه وجاي تشوفوني قدامكم باليوتيوب، وانا اكثر شغف عندي باليوتيوب، والله العظيم احب اليوتيوب. حتى اذا اجاك رفض فانت كمل حياتك طبيعي، لان المانيا حتى اذا اجاك رفض وعندك دلدم وعندك ترحيل وعندك كل الامور، انت تقدر تكمل كل شيء بالمانيا. كل شيء تسوي، ترى الاقامه ما راح توقفك، يا جماعه استمروا واحبكم هواي. قبل لا ننهي الفيديو، طبعا انا جدا تعبان بحيث هذا الفيديو كلش تعبني بصراحه. المهم لا تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك للفيديو وتفعيل جرس التنبيهات حتى كل شيء انا يوصلكم جديد، وتابعونا على الانستغرام راح اكتب لكم اياه هنا. واحبكم هواي.